السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال. وحشتوني خالص. طبعا النهاردة هنعمل اكلة زمنية خالص لزوم الشتاء، تدفينا كده في الشتاء. طبعا ايه بالطريقة التقليدية الزمنية ايام ستي وستك كده. طبعا لا هاند بلندر ولا غيره ولا خلاط ولا غيره. يلا بينا نسمي الله ونشوف ايه هنعمل عدس. طبعا كده حطيت مية على النار لغاية لما تغلي، وبعدين غسلت كوباية عدس وحطيتها في المية. طبعا لازم انتوا عارفين لازم نجيب اخر حباية، منسيبهاش، لازم ناخد لغاية اخر حباية. هنقلبهم كده لغاية لما يغلوا. طبعا احب ارحب بكل اعضائي الجدد والمشتركين الجدد، ربنا يبارك لي فيكم يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا. يلا بقى عايزين لايكات كتير واشتراكات كتير كده عشان القناة تكبر بيكم يا احلى عيلة. طبعا انا هنا لو لاحظتوا غليت العدس وغيرت المية وحطيت له مية تانية يعني زي سلكته. بعدين هنا وحدتين توم هنحطهم على العدس زي ما انتم شايفين كده. بصوا العدس يعني نخلي ميته ادوب كده، عشان بحيث اول ما يتشرب ميته بظهر المعلقه، ونقعد نعمل كده بالطريقه دي. بصوا هيبقى معاكم زبده، يعني لا هاند بلندر ولا خلاط ولا اي حاجه كده. بصوا فوق الخيال هتلاقوا الطعم جميل جدا. يلا يا حبايبي كده، اللي ما اشتركش يشترك، واللي عايزاكم كده لايكات كتير كتير عشان الفيديو ترفع ويتشاف والقناة بتاعتي تكبر بيكم يا احلى عيلة ويا احلى متابعين. شكرا خالص لكل من شرفني في قناتي. شكرا ليكم كلكم. واتمنى كده ان انتوا يعني تساعدوني كده وترفعوا الفيديو كده باللايكات والتعليقات، وعايزة رأيكم في الكومنتات بالله عليكم. ها تمام، وصلنا هنا. هنعمل بعدين فص توم، هنعمل الجدحة بتاعت العدس، واحدة طماطمية صغنطوطة خالص. آه، طبعا كده احنا رجعنا للعدس بتاعنا. نحط حبة زيت صغنطتين، وهنعمل التومة كده لغاية لما تسفر. التومة لو زادت عن كده بتبقى طعمها مر، ف لما تبقى صفرة كده يعني مصفرة كده، نطفيها بالطمطامة، وبعدين نحطها على العدس. طبعا ما تقوليش الطماطم هنا مش مخلوطة في الخلاط، لا عادي، مع لسه العدس اساسا يعني نص سوا كده. بمجرد لما يستوي هتلاقوا بص مفيش خالص طماطم زهرة، مكعبات طماطم خالص. طبعا هنحط الملح بتاعنا وكده. ها وصلت لهنا. يلا صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اشوف الكومنتات كده بالصلاة على النبي كده، ايه حاجة كده من الاخر. يلا كده شرفوني وارفعوا راسي كده كومنتات كتير، وقولوا لي رأيكم ايه. انا طرقي بسيطة جدا وسهلة جدا، يعني بأقل التكاليف والامكانيات، والطعم والله حاجة جميلة جدا. جربوا بس انتوا كده بدون اي افتكاسات. طبعا احنا الشتا كده عايز حاجات تدفينا زي شوربة عدس محشي، الحاجات اللي هي كده يعني بتدفي. يلا منتظرة كده رأيكم في الكومنتات، والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولايك للفيديو يا حلوة يا قمر يا عسل يلي شرفتيني في قناتي. لغاية كده تمام. هنحط عليها الطماطم، هي قلبتين بس مش اكتر، مش هنسيب الطماطم تتسبك مع التومة خالص، لانها هي كده. بصوا انا كده طفيت التومة، اسمها طفينا التومة كده، يعني عشان التومة ما توصلش لدرجة الاحمرار، ادوب يدوب تسفير كده بس. هنحطها طبعا على الحلة اللي فيها العدس، ونسيبها كده. العدس بنزوده يعني بصوا شوية مية صغيرين صغيرين لغاية لما يستوي. كل ما المية تقل بتاعته ندعكه بطرف المعلقة على في الحلة بظهر المعلقة. بصوا والله العظيم في الاخر بيطلع زبدة. شايفين مكعبات زهرة؟ بمجرد لما يستوي العدس هتلاقوا مفيش مكعبات خالص كده، يعني اتسبكت الطماطم مع العدس وبقى طعمه جميل جدا. يلا لايك كده عسل، لايك فرحيني كده ان شاء الله كده فرحيني، ولايكات كده ورأيكم في الكومنتات. يعني جبر الله خاطركم جميعا يا رب كما جبرتم خاطري. وعلى فكرة العدس برضو مش يعني لو نوع كويس ما بياخدش نار خالص، ادو في اقل وقت بتلاقيه استوى وبيجي جميل. وبألف هنا وشفا يا رب. طبعا كل ما نلاقيه محتاج شويه ميه ان هو لسه ما استواش، بنحط له شويه صغيرين خالص. وعلى فكره بنخليه على نار هاديه، يعني وسط، لا عاليه جوه ولا هاديه خالص، وسط كده عشان يستوي كويس معانا. كل ما نلاقيه ان هو محتاج ميه، بنحط ميه كميات ميه صغنطوطه خالص خالص.
طبعا الطريقة دي طريقة العدس بالثوم بس بقطعة الثوم. في ناس تانية بتحب تعملها بالبصل وكده بس برضه بيبقى حلو، بس انا بحسه بالثوم كده خفيف وحلو. ايه رأيكم؟ كده وصلنا للنهاية. طبعا كده هو العدس استوى معانا خالص، شايفين مفيش مكعبات طماطم. بصوا خالص يعني ادوب هي حاجات بسيطة كده خالص وبتروح، شايفين مش ظاهرة خالص. يلا كده مستنية تعليقاتكم ولايكاتكم وحاجات حلوة كده خالص، مستنية تفرحوني بيها يا رب. ان انتوا كده تحاولوا تساعدوني كده ان القناة تكبر ويبقى معدد المشتركين اكتر واكتر كده ان شاء الله بيكم يا رب، يا احلى عيلة ويا احلى اخوات. شكرا كتير خالص لكل من شرفني في قناتي، بشكركم كلكم كلكم. ويعني اتمنى تجبروا بخاطر ان القناة ترفع معايا كده وتصبح كده كبيرة خالص. اسيبكم في رعاية الله وحفظه.